في ادوات بتخليك اسرع، وفي ادوات تانية بتخليك تسال نفسك هو انا كنت بعمل ده كله بايدي ليه؟ النهارده يا صديقي هكلمك عن فاير بيز ستوديو. مش هقول لك انه جامد وخلاص، انا بالفعل جربته وحصلت لي مواقف خلتني اقف مع نفسي كتير واسال هل الاداه دي فعلا هتاخد مكاني كمبرمج، ولا دي مجرد هوجه زي كل مره وهتعدي؟ ومن التجربه الطويله دي جبت لك الخلاصه، فركز معايا كده. دي تجربه واقعيه هتلاقي فيها كل حاجة محتاج تعرفها عن فاير بيز ستوديو. السلام عليكم، أنا طارق العبد، مهندس وخبير من خبراء جوجل. ولو دي أول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وكل عظمة احنا بنعملها. أول مرة شفت فيها فاير بيز ستوديو كنت شاكك في قدراته جدا. يعني مثلا كنت بعمل بروتوتايب سريع لفكرة كده في دماغي، يعني فيها لوجن، تسجيل بيانات، تربيط مع اي بي اي، شوية فلترة كده، داشبورد صغيرة والدنيا ماشية. فلما شفت فاير بيز ستوديو لقيت إنها أداة نو كود من جوجل. مش بس كده، دي كمان بتستخدم احدث اي اي موديل تبع جوجل اللي هو جيميناي. كمان بتبني بيها باك اند كامل من خلال فاير بيز نفسه من غير ما تفتح فيس كود ولا تكتب اي كود بنفسك، وكل ده زي ما بحب اقول كده عليه اون ذا فلاي على الويب يا باشا. فالموضوع كده ايه، شكله حلو كده في عينيا. بس برضه مش هكدب عليك، كنت متوقع انها اداه مش قد كده واكيد امكانياتها محدوده. بس بعد شويه شغل حسيت ان لا، الموضوع اكبر من كده، وبصراحه مش حابب اطول اكتر من كده. فخلينا بقى يا سيدي ننطلق على اللابتوب بتاعنا ونجرب بنفسنا. دلوقتي بقى هنبدا نطبق ونجرب بايدينا فاير بيز ستوديو، ونحاول نشوف. اولا هنبدا من وجهه نظر النون ديفلوبر ممكن نعمل ايه، ومن وجهه نظر الديفلوبر هنبدا نديله ايديت برومبت او برومبت ما فيهوش تفاصيل كافيه، وهنحاول نديله برومبت تاني في كل التفاصيل الممكنه قدر الامكان. هنحاول نجرب اغلب السيناريوز اللي احنا ممكن نستخدم فيها فاير بيز ستوديو، ونحاول نجيب اخره قدر الامكان، ونحاول نشوف امتى نقدر نستفيد من مميزاته، وهل ليه مميزات اساسا ولا لا. واكيد اكيد ليه مميزات، بس خلينا نشوف واحده واحده النقاط دي كلها. اول حاجه، لما تدخل لفاير بيز ستوديو وانت ما استخدمتوش قبل كده، هتلاقي طبعا يوديك على الصفحه الرئيسيه بتاعته اللي بتقول لك ان ده the full stack AI workspace. Firebase Studio accelerates your entire development lifecycle with AI agents, build backends, front ends and mobile apps all in one place. انا عايز اقول لك ان ميزه في فاير بيز ستوديو قويه جدا، ان هي جايه من فاير بيز اساسا. الميزه في الموضوع ده ان انت عارف انت اللي هو تقدر تهندل الفرونت اند والباك اند في نفس المنطقه، مش محتاج ان انت تانتجريت مع حاجه خارجيه او تعمل مع حاجه خارجيه مثلا او كده. والدنيا هنا بتبقى جميله جدا. طبعا تقدر ان انت تشيك كده وتشوف التفاصيل اللي هم قايلينها لك هنا. وطبعا هو مربوط مع الاي اي ايجنت الجميل اللي هو الجيميناي فيرجنز. هنشوف بقى سواء ال 2.5 برو او ال 2.5 فلاش او 2.0 فلاش حتى. هنحاول اننا نشوف نستخدم حاجه منهم ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. وخلينا نضغط على تراي فاير بيز ستوديو او جيت ستارتد اللي فوق علشان نبدأ بقى نشوف التفاصيل اللي احنا عايزين نعملها. خلونا الأول نبدأ بالصلاة على النبي كده without no prompts without no details في أي حاجة في البرومبت اللي احنا بنكريتها ونشوف. بس الأول كده خلينا نتعرف بشكل سريع. وطبعا الموضوع بسيط جدا، الشكل اللي قدامنا ده بسيط جدا. أكيد واضح إن الجزء ده هو ده اللي احنا هنكتب فيه البرومبت. خلي بالك هم عاملين حته صايعه كده منهم، بيقول لك بروتوتايب ان اب وذ اي اي، وده رد على الناس اللي بتقول الحاجات دي ممكن تستبدل. خلي بالك هي حاليا الحاجات دي فعلا مهما بلغت قوتها، هي مهما كان يعني هم نفسهم بيحبوا يوصفوا نفسهم ان هم احنا بنبروتوتايب اكتر. يعني ما تقدرش ان انت تعتمد علينا بشكل كامل في برودكشن ابس او الحاجات دي كلها. فخطوه جميله كويسه. وطبعا باين اكيد ان ده التكست فيلد اللي هنكتب فيه البرومبت الخاص بينا، ولا هنحاول نخليه يترجم كل ده بقى الى اكواد والى بروجكتس وحاجات نقدر اننا نستخدمها ونشوف الدنيا فيها. وطبعا يعني انا لما اضغط عليه بيعمل لك كده عارف انت اللي هو الانيميشن الجميل ده اللي هو بتاع فاير بيز اساسا، فاير بيز ستوديو بالتحديد. طبعا تقدر ان انت من هنا تضيف اي اتاتشمنتس لو حابب ان انت تضيف ايمج او حاجه. يعني مثلا انت طالب منه ابلكيشن معين او ويب سايت وحابب ان انت تديله يو اي يعني ايمجز وكده علشان تساعده. ودي على فكره حاجه مهمه جدا، وانا افضل ان انت لما تعمل برضو حاجه زي كده
اولا تديله كل الديتيلز الممكنه، كل التفاصيل الممكنه في البرومت، وتحاول ان انت تفصل قدر الامكان، وتديله صور. وانا عايز اقول لك ان في يعني عالم البرومت انجينيرنج ده عالم يعني جامد جدا، وان شاء الله هنعمل له فيديو منفصل يعني ان شاء الله. فيعني ما تبخلش عليه في حاجه زي كده، وهنشوف نتيجه الحاجات دي كلها ان شاء الله، سواء في هذا الفيديو ان شاء الله او الفيديوهات الجايه، التولز التانية اللي احنا هنجربها مع بعض ان شاء الله. غير كده كمان انت ممكن تستخدم برومتس جاهزه، يعني من هنا تقدر ان انت تستخدمها وتشوف. طبعا على جنب كده تلاقي الورك سبيسز اللي انت اشتغلت عليها، او لو في ورك سبيسز شيرد وذ يو. طبعا تحت كده لو انت عايز بقى الكلام اللي بره ده، لو انت عايز تبدا البروجكت اساسا من وجهه نظر نون ديفلوبر، نون ديفلوبمنت زي ما بنقول، فتقدر ان انت تكتب البرومت وهو يجنريت ويكريت لك والكلام ده كله. بس تحت ده بقى لو انت ديفلوبر بالفعل وحابب ان انت تبدا الحاجه من الصفر، فانت هنا تقدر ان انت تبدا سواء بتمبلت او امتي ورك سبيس، وتحدد طبعا انت عايز ايه بالظبط وكده. او لو انت عندك ريبوزيتوري معين مثلا موجود على جيت، يعني هو عباره عن جيت ريبو، او موجود بالفعل على جهازك او كده، تقدر ان انت تعمل له امبورت. او حابب ان انت تبدا بلغه معينه او فريم ورك معين زي مثلا فلاتر، او عايز تبدا بايثون فلاسك، او عايز تبدا حاجه بالجافا او دوت نت، او تبدا اي حاجه من الحاجات دي، تقدر ان انت تبدا ان انت تكريتها. او حتى جيميناي اي بي اي، الحاجات دي كلها متاحه ان انت تقدر تستخدمها كما يحلو لك. تمام. مبدئيا انا شايف التقييم الاولي لليو اي شايفه جميل جدا. خلونا نبدا الاول كده بالصلاه على النبي ببرومت ايديت. برومت زي ما بنقول من البرومتس اللي هو كاتبها لنا an app that helps me plan my day. تمام. ومش هديله اي تفاصيل تانية. انا عايز بكل بساطة، انا واحد كاستمر عندي بين، عندي مشكلة ان انا مش عارف ابلان ماي داي، فقلت له انا عايز ابلكيشن يساعدني ابلان ماي داي، وهقول له بروتوتايب وذ اي اي، وهنشوف بقى هو هيعمل لنا ايه دلوقتي. طبعا الجميل في فاير بيز ستوديو، ودي نقطة قوة كويسة جدا، ان هو قبل ما يبدأ ان هو يطبق اي حاجة، هو بيبدأ ان هو يفرش لك ورقه، يبدأ ان هو يقول لك انا ايه اللي في ايديا، او ايه البلان اللي انا همشي عليها. فيبدا ان هو يقول لك اولا الابلكيشن او الحاجه اللي انت عايزها دي انا هسميها داي اركتكت، وهقول لك الفيتشرز اللي انا هعملها فيها: تاسك انبوت، سمبل يو اي فور تاسك كريشن، و daily view اللي هو display of the agenda، و persistent store the user's agenda to local storage so that they can preserve their schedule even if they close the browser tab. The agenda can be manually created by the user. AI time estimation اللي هو AI tool which can estimate task durations to refine scheduling accuracy. شغال. انا شايف الفيتشرز حلوه. انا كده كده شخص يعني ما اديتكش تفاصيل، وما عنديش يعني وجهه نظر، وما عنديش اساسا يعني اوفر فيو عن انا عايز ايه. بس انا عندي بين، انا قلت لك البين بتاعتي، واعمل لي يا باشا اللي انت حابه. طبعا تقدر ان انت، هو بيقول لك الستايل جايد لاينز، بيقول لك الكالرز اللي انا هستخدمها، وتقدر ان انت تكستم في الكالرز دي. هنشوف دلوقتي ممكن نكستم ازاي. بيقول لك اللي اوت هيعمله ازاي، والتايبوجرافي هيبقى عامل ازاي، الايكونوجرافي والانيميشن، كل حاجه. وبيقول لك الستاك هو الحاجه الخاصه بالاي اي، هنستخدم طبعا جيميناي وجينكت، وطبعا اليو اي هنستخدم ويب، فهنستخدم تايب سكريبت، اكس جي اس، وتيل واين سي اس اس. تمام. اقدر اكستمايز طبعا الحاجات دي كلها، كور فيتشرز او الستايل جايد لاينز، نقدر نعمل لها كستمايزيشن من هنا، سواء بقى يقول لك سمبل يو اي فور تاسك كريشن، مش عارف ايه. تقدر تغير في الكالرز مثلا، يعني تقدر تغير في اي حاجه من الحاجات دي. اولا انا يعني هل اقدر، ده كلير فورماتنج، انا عايز اشوف بس كده هل اقدر احول لا اوكي مش احنا هنستخدم ده كده مش. طيب عامة تقدر ان انت تحول طبعا يعني اي حاجة من الحاجات دي كلها، تغير البرايمري كولر او الباك جراوند كولر، تجيب حتى الكولرز، تغير الهكس كود بتاعها، الاكسنت كولر، اي حاجة من الحاجات الجميلة دي كلها تقدر ان انت تغيرها وتعيش حياتك. بس انا مش هغير حاجة، انا متطلباتي بسيطة جدا، وهقول له بروتوتايب ذس اب. يا عم هات ما عندك، انا ما عنديش مشكلة، واللي عندك احسن من اللي عند غيرك. فهو هيبدأ طبعا يعني يظبط الكلام ده كله، وهو دلوقتي قاعد يفكر وقاعد يبني. وخلي بالك يعني بيقول لك حاجة تحت كده مهمة جدا، بيقول لك جيميناي كان ميك ميستيكس سو دبل تشيك ات.
تمام. لكن انا دلوقتي انا مش ديفلوبر، انا شخص عادي بستخدم التول دي، فاللي هيجي منك انا هستخدمه زي ما هو، وهطلب منك تعدل وتعمل. وكمان لو حصل حتى في ايرورز او باجز، انا مش هشوف في الكود ولا عارف الايرورز دي ولا ايه، انا هقول لك حلها بمزاجك كما يحلو لك، فشوف انت وتصرف بقى واعمل. فهو دلوقتي بيعمل ريزونينج، وان شاء الله يعني ممكن يبقى لينا كده ان شاء الله فيديو منفصل نوضح لكم اساسا يعني المودلز بتاعت الاي اي تولز اللي هي سواء في جيميناي او في تشات جي بي تي او في كلود او الحاجات دي كلها. انت كتير بتدخل مثلا في تشات جي بي تي بتلاقي اكتر من فيرجن او اكتر من ايجنت. ممكن كمان في جيميناي بتدخل تلاقي ان في برو، في فلاش، في ريزونينج ومش عارف ايه وحاجات. طب الفروقات ما بينهم والحاجات دي كلها، الكلام ده ان شاء الله هنبقى نعمله في فيديو منفصل. لو انت حاسس ان الحاجات دي مهمه فعلا وتفرق ليك وتفرق بالنسبه لك، يعني في فروقات كبيره ما بينهم بالمناسبه. فلو انت حاسس ان انت حابب حاجه زي كده، اكتب لي في الكومنتات عشان اعرف بس يعني هل الفيديو ده ليه اهميه فعلا نعمله سكيدجول ولا لا. خلونا بقى ايه نستناه كده ونروح ننام شويه ونرجع تاني. طيب انا دلوقتي الحمد لله ظهر قدامي اول نتيجه. اولا في يعني وان ايشو كده على جنب سيبها دلوقتي. هو طالب مني دلوقتي الايه، جيميناي اي بي اي كي. انا هجيب جيميناي اي بي اي كي واحطه هنا واجري. تمام. فيعني هفصل كده ثواني وجاي لكم. كده جبنا جيميناي اي بي اي كي والدنيا تمام وزي الفل، ويعني قال لنا ابديتد وكل حاجه زي الفل. حتى كان في ايرور اختفى، ما بقاش في ايرور الحمد لله. بس انا شايف حاليا في يعني نتيجه كويسه. كويسه. مش انا كان عندي بين وما قلتلوش انا عايزها ازاي ولا عايز فيها ايه، بس انا شايف ان النتيجه الاوليه كويسه جدا. فانا دلوقتي اد نيو تاسك ديسكريبشن، اقول له التاسك دي عباره عن ايه، وهقول له اد تاسك كلام جميل جدا. فانا هقول له انا عايز اعمل تاسك اللي هو هيبقى رايت، خليها كابيتال، رايت one script for my YouTube channel مثلا. انا عملت انتر، انا ما اعرفش هو عمل ايه. انا لما عملت انتر عمل ايه وظهر فيه ايش وظهرت، بس خلينا نعملها تاني. write a script for my YouTube channel. فانا هقول له estimate and add. Okay, task added with AI estimation, like estimated duration 100 writing script for a YouTube channel can vary greatly depending on the length, complexity and research required. However, a reasonable estimate for writing a basic script would be around 2 hours. This allows time for brainstorming. حلوة. أنا شايف هو ده جميل جدا، بس هو فين التاسك؟ طيب يعني انا شايف التاسك اختفت مش ظاهره قدامي بس ماشي، خلينا الاول نشوف ايه الايشو دي. قال لنا hydration failed because the server rendered HTML didn't match client fix error. انا ما اعرفش انت بتقول ايه ولا ايه الايرور ده كله، بس اللي انا اعرفه ان انت بتقول ايرور، فيكس الايرور. ده اول حاجه. هو قاعد طبعا ايه يشتغل ويفكس ويعمل ويعدل، وهوبا الحمد لله عمل فيكس الايرور. انا هعمل تاسك تاني واتمنى ما يختفيش. بس انا هقول له كده write a script for my YouTube channel. خلينا احط له وقت مثلا، ممكن يكون ده مشكله at 9 PM مثلا. estimate and add. طيب يعني طب هل المشكله في estimate and add؟ طب خلينا write a script، خلينا add task. طب هو انضاف للاجنده فين بقى؟ فين؟ نرفرش. طيب استنى ريلود. يا جدع يا جدع. طيب يعني ده اول مطلب ليا كشخص كبني ادم كده، ان انا يعني I want، انا بتكلم دلوقتي كنون ديفلوبر، كشخص ما عنديش متطلبات في الحياه. I want to see the tasks added. the tasks added خليها على طول directly without needing to refresh the page manually. يعني متطلب رئيسي بالنسبة لي. تمام. فخلينا نشوف هيعمل ايه.
هو دلوقتي طبعا بيريفيو الريندر وبيعمل هو طبعا المفروض ان هو هيابديت الستيت، يعني يشوف ان هو بعد ما اد تاسك او استيميت ان اد يري ريندر البيج او السكرين او على الاقل الجزء ده. طبعا الافضل طبعا لما يعني ندخل نشوف الكود الافضل كبرفورمانس وايز ان هو يري ريندر الجزء ده. بس خلينا نشوف، احنا كلنا فدا الاي اي او الاي اي فدانا ولا اي حاجه. طيب انا دلوقتي يعني تمام، هو تقريبا ظهر قدامي ان هو خلص شغل، فانا هعمل ايه؟ هو قال لي الاول certainly the reason of the task isn't list isn't updating automatically is that the task input form and task list components are currently using separate instances of the agenda state. To fix this we'll use React context to share the agenda state between them. جميل جدا، وقال لي البلان والكلام ده كله، بس انا شخص مش عارف ومش فاهم الكلام ده. هرفرش، هحاول اعملها تاني كده. write a project proposal، تمام، وهقول له estimate and add. فوالا انا شايف ان هو الشغل جامد جدا. انا مبسوط، ومبسوط اكتر صراحه بجزئيه الاستيميت ان اد دي. يعني دي انا بالنسبه لي حلوه قوي، وفعلا يعني انا كشخص بستخدم ابلكيشن زي تيك تيك وكده، انا محتاج حاجه زي كده. انا محتاج حاجه تستبيت مكاني. حتى لو مش دقيقه قوي، بس يعني عارف انت اللي هو الميزه نفسها حلوه، اللي هو يعني جميله جدا ما شاء الله يعني. طيب فكره حلوه، واننا نربط الاي اي ايجنتس والتولز والحاجات دي كلها انها تهندل لنا حاجه زي كده، والله جميل جدا. انت متخيل يعني انت ممكن تستخدم الحاجات دي في انها تعمل لك حاجات كتير جدا. حلو حلو حلو، جميل جدا حتى الان. انا عايز اعمل ايه بقى؟ بصوا، اولا قبل ما نكمل وقبل ما نعمل اي حاجه، انا ممكن اطلب، يعني احنا ممكن دلوقتي كاشخاص عايزين نعمل، احنا ممكن نطلب منه ان هو يضيف اساسا حاجات زياده. يعني انا مثلا دلوقتي احنا في هو انا الاول لما اعمل له كومبليت، تمام، انا ممكن اعدل اقول له انا عايز الكومبليت ده يبقى في ليست تحت، تمام، بحيث ان هو يكون مميز. انا هقول له كده دلوقتي عشان نعملها، تمام. وبعدين طب خلينا الاول نشوف لو انا حذفت ده كده اتحذف. حلو قوي، جميل جدا. انا شايف ان يعني الدنيا شغاله حلوه قوي ما شاء الله، يعني جميل جدا. عايز اعمل كمان ان هو انا وليكن مثلا يكون في سيكشن تاني مثلا يكون فيه هابت تراكنج، وده هيبقى اخر حاجه في الجزء ده عشان نروح نحاول نعمل حاجه ببرومت اكبر شويه ومفصل اكتر يعني، ونشوف هيجيب لنا ايه بالظبط. بس انا دلوقتي هقول له ايه؟ هقول له بص يا سيدي، I want to make the completed tasks in a separate list titled by completed in the bottom مثلا. فده يعني مطلب حلو. خلينا نشوف. انت ممكن تطلب منه حاجات، يعني عارفين انت اللي هو انت ممكن تطلب منه حاجات اعقد من كده او معقده اكتر، وتبدا تشوف اساسا هيوصل معاك لفين. بس انا بقول لك انا دلوقتي يعني انا اصلا لو هطلب حاجات معقده اكتر من كده، فانا مش يوزر، اللي هو مش نون ديفلوبر او مش شخص فاهم البيزنس وكده. خلينا نحاول نعمل كده. واو. جميل جدا والله. يعني انا يعني لو عملت كده هيطلعها لي فوق، صح؟ الله 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 الله. لو عملت كده كمان، ايه الحلويات دي؟ حاجة جميلة، حاجة جميلة جدا. طيب I want you to create another section or page to handle the habit tracking. I want to track my habits daily and see the stats in a beautiful view, and if you added some streaks it will be awesome. انا قلت له حاجه عامه قوي، يعني اعتقد انها برضو مش هتبقى يعني مفصله بالشكل الكافي، ولكن خلينا نحاول نعمل يعني نشوف. يعني احنا بنتكلم معاه وبنحاول نشوف هل كلامنا معاه ده هيجيب نتيجة كويسة ولا لا. الصراحة من الحاجات الجميلة اللي بيعملها فاير بيز ستوديو ان هو مش بطيء. يعني في اي اي تولز تانية انا جربتها كانت يعني بطيئة وبتاخد وقت كبير جدا في كل برومبت احنا بنكتبه له، بس فعلا هو مش بطيء. وما شاء الله يعني انت لما بتديله برومبت واضح شوية بيطلع النتيجة كويسة جدا. وطبعا لو انت بتستخدم حاجة بريميوم هيطلع لك حاجة
احسن واحسن لو بتستخدم اعلى ايجنتس في الجيميناي مثلا اللي هو 2.5 برو. الحاجات اللي زي دي طبعا بتفرق جدا، يعني ما تتوقعش ان الحاجه الفري هتطلع نفس النتيجه اللي بتطلع في البريميوم. ده مستحيل طبعا. بس هو حتى الان الحمد لله الدنيا لطيفه. اتمنى يعني ما يخيش مننا او ما يوقعش مننا لاي سبب كان. انا دلوقتي عملت ايه؟ الله، عمل لي نافيجيشن جميل جدا. اولا التاسكس شغاله تمام زي الفل هنا، تمام. في سيكشن تاني او تاب تانية او بيج تانية كريتها لنا، لما نضغط عليها بيفتح لنا المفروض هابتس. بس خلينا نشوف كده هيفتح فعلا ولا ده في بيقول لي 1 ايشو. طيب طالما في 1 ايشو فيكس الايرور يا باشا. انا كل ده على فكره ما دخلتش في الكود، ما شفتش اي حاجه من الحاجات اللي هو مكريتها دي، ومش ناوي اشوف. يعني انا معتمد فعلا ان انا دلوقتي فايب كودر، فما تتوقعش مني ان انا هدخل بقى واشوف الكلام ده كله، تمام. بس انا لو ركزت هتلاقي ان التاسكس والهابتس اي نعم متشابهين جدا، بس في دلوقتي يعني اقدر اضيف هابت. طب انا لو قلت له مثلا انا عايز اضيف هابت اللي هي قران، ولكن مثلا دي عاده يوميه، جميل جدا. شايف جايب لك الكرنت ستريك حتى الان، انت 0 days track your daily progress for this habit، تقدر تحذفها. طب خلينا نضيف حاجات تانية، نقول له جيم مثلا، ونقول له كمان reading. طيب انا لو قلت له mark as done today، الله والله جميلة. انا بحس فعلا ان يعني عارف انت الحاجات البسيطة دي بتبسطني جدا. mark as done today جميل جدا. يعني طب خلينا نقول له مثلا drink 8 glasses of water. اوكي habit added، ماشي. English learning English يعني مثلا جميل جدا. انا شايف ان هو عارف انت اللي هو فيه نتيجه كويسه، وكل يوم المفروض عن التاني تلاقي الكرنت ستريك ده يزيد وهكذا. فانا شايف ان ما شاء الله في تطور جميل جدا. طيب انا ممكن اعمل حاجه حلوه بالمناسبه قبل ما ننتقل بقى ونحاول اننا نكريت بروجكت تاني. ممكن عندنا اكتر من فيتشر هنا ممكن نبص لها. اولا لو انا حابب ان انا اشير البريفيو، يعني ممكن اجي جاي اولا اقول له ميك بريفيو بابليك، بحيث ان انا عايز اخد اليو ار ال ده واشيره مع اي حد بحيث ان هو يقدر يشوفه. لو عملت كده اي حد يقدر ان هو يدخل ويشوف النتيجه اللي انا عملتها. طبعا هتلاقي ده بالنسبه للتاسكس، كل واحد بقى بالجزء الخاص بيه التاسكس والهابتس، ويقدر ان هو يستخدم كل حاجه ويقدر يكريت تاسكس. رايت proposal مثلا، و add task write a proposal مثلا، وهقول له estimate and add، تمام. حاجه زي كده اهو انضافت تمام زي الفل. والهابتس اقدر اقول له تاني قران، تمام زي الفل، ومارك اصدام توداي. وبالتالي انا ممكن اشير يعني اللينك، ودي تبقى ميزه كويسه جدا الصراحه. ممكن اجي جاي ابقى عاوز ان انا اغير حاجه بعينها. يعني انا مثلا ممكن ابقى عايز ان انا اغير الهوفر، لا الهوفر مثلا بتاع ده لون اخضر او لون مش عارف كده، انا ممكن اغيره. ممكن اجي جاي قايل له كده مثلا اختار لي ده كده make the hover color is blue the same color with the title today's tasks. لو عملت كده هشوف كده ايه اللي هيتم. فهو دلوقتي المفروض ان هو بيجيب الهوفر ستيت وبيموديفاي. بالمناسبه الهوفر ستيت الهوفر كلر ده اللي هو انا لما اقف مثلا الكلر ده اللون ايه. فانا انا حددت له منطقه بعينها وقلت له انا عايزك تعدل لي في المنطقه دي. هشوف كده هل فعلا يعني السلكت دي شغاله تمام ولا لا، ونشوف. طيب فوالا حرفيا هو كده تم. طيب خلينا نرفرش الصفحه ونشوف. لما اقف على هابتس، هو انا ممكن اكون هو صح، هو الهوفر فعلا غالبا بتاع الايتم نفسه مش بتاع البوتون، ولكن هو عمل لي النتيجه الصح فعلا. الله عليك، الله عليك فنان، والله فنان. ايه الحلويات دي يا عم. تمام زي الفل. طيب في حاجه تانية، في ميزه تانية. اولا ايه الان ده، خلينا كده نشيك كده. اوكي تمام ماشي. ايا يكن، في ميزه اخيره بقى او ميزه تانية حابب اننا نتكلم عنها برضو، اللي هو ميزه الانوتيشن. دي الانوتيشن اعتقد الانوتيشن، يعني لما نضغط كده بيدينا اتاحيه اننا نعمل انوتيت حاجه معينه. يعني مثلا ممكن جاي مثلا هنا واقول له انا عايز اعمل فوتر، اقول له فيه made with heart icon مثلا. انا مش عارف اعملها ازاي. باي طارق. طيب تمام made with heart icon by طارق مثلا، وخلي ده سمول او ميديوم، خليه لون بلو شويه، والتكست الاين خليه سنترد وبس. يعني انا عملت حاجه دلوقتي وهقول له I want you. يعني انا عملت له، ممكن اكون عامل له انوتيشنز تانية كمان
بس I want you to handle this drawing. مثلا خلينا يعني انا كاني بعت له رسمت له حاجه، ولو انت عندك ايباد بقى او تابلت او كده تقدر ان انت تعمل الحاجات دي، بيبقى فيها شويه شغل. انا عملت له حاجه في الفوتر كده بسيطه، بس يعني ايه، بنجرب موضوع الانوتيشن ده هيشتغل ولا لا، وخلينا نشوف. نرفرش الصفحه وفوالا. حلو قوي والله، يعني حلو جدا ما شاء الله، عاملها لي بشكل لطيف وفهم هارت ايكون اللي انا عايز اقولها له. وبالتالي انا شايف ان كل حاجه ماشيه زبادي في الخلاط حرفيا. فانا شايف ان كده يعني حتى الان كيوزر عادي جدا، انا شايف ان الدنيا لطيفه بشكل ما تتخيلهوش. ممكن طبعا انت تضغط على ببلش عشان تببلش الحاجه دي، بس هتعمل طبعا 3 ستيبس تربطه ببروجكت معين في فايربيز، تلينك بالجوجل كلاود بيلنج اكونت، وتينيبل الفايربيز سيرفيسز. مجرد ما تعمل كده هتقدر ان انت تببلش. ولو عايز تشوف الكود هتضغط على سويتش تو كود، وتقدر ان انت تشوف الكود بتاع البروجكت اللي انت شايفه ده. والجميل في الموضوع ان هو هيفتح لك حاجه زي فيس كود. طبعا ده اي دي اكس من جوجل، ده بروجكت اي دي اكس اساسا من جوجل من زمان. بس الفكره ان هو انت فعلا تدخل ومش محتاج ان انت تثبت اي حاجه على الجهاز عندك، وتقدر تتصفح الفايلات بتاعتك متهندله ومتقسمه بشكل كويس جدا، وتلاقي طبعا الفيو او اي حاجه تعديل بتلاقي جنبها. فانا شايف ان الصراحه الدنيا جميله لابعد الحدود، يعني شابوه للفاير بيز ستوديو. حتى الان احنا استخدمنا البرومتس العاديه، تمام. انا هحاول في الاول اديله بقى برومت يعني ادفانسد شويه، هو مش ادفانسد يعني اللي هو يعني ما فيش منه اتنين، ولكن انا هحاول اديله تفاصيل وهشوف هل يعني التزامه والنتيجه بعد ما اديله تفاصيل هتبقى عامله ازاي. خلينا نشوف. طيب انا جبت دلوقتي برومت وهكتب البرومت ده هنا، وبالمناسبه البرومت كبير شويتين ثلاثه، وحاولت ان انا اخصص له يعني كل حاجه في البرومت ده. قلت له build a modern responsive and fully featured productivity web app similar to TickTick using Firebase and Flutter Web or React depending on platform support. The app should support the following core modules. قلت له ان انا عايز authentication user management, to do list مش عارف كذا, project and habit tracking, بومودورو timer integration, notes and markdown editor. طبعا انا اديته كميه فيتشرز رهيبه. ونصيحه انا عايز اقول لك عليها، هو يفضل ان انت مع الاي اي تولز تبدا معاه واحده واحده، ما تديلوش بلقايه كبيره جدا وتقول له اتصرف، لان هو هيطلع لك نتيجه مش مرجوه تماما ومش احسن حاجه اللي انت عايزها. ولكن لما تمسك له حاجه وتمشي معاه هيجيب لك نتيجه افضل. بس انا زي ما قلت لكم انا يعني حبيت ان انا اديله كل حاجه. تمام. كل ده بروتوتايب وذ اي اي. خلينا بقى نحاول نشوف هو هيسرفايف مني ازاي، يعني او هيعمل ايه في وسط طبعا هذا البرومت الهائل الفظيع الرهيب. طيب انا دلوقتي جاب لي ان هو هيعمل عمل البروتوتايب الجميل ده، تو دو ليست اند تاسك مانجمنت مش عارف ايه، شويه تفاصيل كتير انا مش هشوفها. ويا باشا الالوان انا مش هعدل عليك. وقال اليو اي هيستخدم تايب سكريبت ونكست جي اس وتيل واين، شغال ماشي. انا انت ثابت عليهم اهو، مش انا مش راضي اكلمك، واقول لك اي حاجه ماشي. والباك اند كلاود فاير ستور فاير بيز اوثنتيكيشن، قلت له يا باشا اللي يجي منك احلى من غيرك، ويلا بروتوتايب ذس اب. خلينا نبروتوتايب ونشوف. هروح بقى انام علشان انا مديله تفاصيل كتير انا ما اعرفش وهاخد وقت قد ايه، فخلينا ناخد ناب سريعه كده ونرجع تاني. طيب واخيرا اولا يا جماعه يعني صراحه في البرومت ده خد معاه وقت كبير جدا، وقت كبير جدا. ووقت كبير جدا ده يعني ممكن يكون دخل في 7 دقايق ل10 دقايق تقريبا يعني. تمام. هو ممكن يكون يعني مش وقت كبير بالنسبة للمجهود اللي ممكن يكون عمله فيه، بس خلينا نشوف. هو طلب مني طبعا الجيميناي اي بي اي كي وانا عملته له، وطلع معايا في الاول اي اي ايشو كده. خلينا نقول له فيكس هذا الاي اي ايشو، وخلينا نشوف بقى العظمة. يعني اولا الصفحة اللي انا كنت شايفها دي ساين ان وذ جوجل والحركات الجميلة، انا مبسوط. انا مبدئيا كده دلوقتي مبسوط. وخلينا نشوف بقى هل هناك عظمة فعلا تنتظرنا ولا ايه بالظبط. يعني خلينا نشوف. بيقول لك ايه، باك اند رانينج ان ذس ورك سبيس. اوكي حلو قوي، يعني معنى كده ان في باك اند شغال برضه. جميل. خلينا نكونتينيو از جيست الاول. حلو قوي. جيست لوجن سكسسفول. الله ايه الحلويات دي يا جدع، ايه الحلويات دي، ده في شغل يا باشا، ربنا يستر. خلينا بقى نشوف كده ايه. ربي يا ساتر. هو تقريبا يعني علشان انا صراحة اهلكته وارهقته، فخلينا نرفرش الصفحة.
معلش عذرا preview back end running in this workspace one issue two issues احزان ماشي fix error، وعايزك تفكس ال two errors بليز لو سمحتي من فضلك. يعني خلينا نحاول بص وراه نفكس اي ايرور يطلع لنا ونعمل. انا ما عنديش مشكله يا باشا يطلع لنا بص ايرورز كتير، ما عنديش مشكله، بس في النهايه يشتغل انا حابه مبسوط. لان صراحه ما اكدبش عليك البرومت اللي انا كتبته له هو قاتل. هو برومت لو نفذه كله ونفذه فعلا بشكل كويس جدا، فانا عايز اقول لك ان احنا هنبقى وصلنا لليفل غريب، هنبقى وصلنا لليفل غريب. يبقى ربنا يسترها علينا فعلا. يعني الدنيا ممكن توصل لفين اكتر من كده يعني مع التطورات. وانا عايز اقول لك ان دي النسخ الاولى. يعني مهما كان الحاجات اللي احنا هنشوفها في فاير بيز ستوديو او حتى الاي اي تولز التانية، فدي كلها نعتبرها النسخ الاولى، لكن هناك نسخ افضل. تمام، فيعني هنشوف الكلام ده دلوقتي. انا طبعا خليته يفكس الايرور ده. انا ما اعرفش هو فيكس عمل له فيكسنج فعلا تماما ولا لا، ويعني خليته هيدخل على الايرور التاني بحيث ان هو يحله بالمره، ونشوف كده النتيجه برضو اللي هنوصل لها. يعني برضو احنا مهما كان احنا بنشوف النتيجه كاند يوزر، بنشوف الدنيا يعني الدنيا وصلت لفين. يلا يا عم الكمبيوتر. طيب حلو جدا، حلو. هو ريفرش الحمد لله. الله 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 loading tasks to issues مش عارف كذا. هو الجميل ان هو يعني بيظهر issues وكده بس تتحل. تمام، فانا دلوقتي لما هقول له to issues دول يا باشا حل لي fix error. تمام، بصوا يعني خلوني كده يعني اوقف الفيديو على جنب كده وخليه ايه، لو في ايشوز او اي حاجه خليه يفكسها ونرجع كده بحيث ان الدنيا تبقى شغاله تمام. طيب احنا يعني صراحه دخلنا في وصله من الفيكسنج الايشوز وعملنا فيكس الايشوز كتير الصراحه. بصوا ده طبيعي ان انتوا تقابلوا كميه ايشوز كتير، وخاصه في بروجكت من البروجكتس الكبيره اللي انا عامله ده. لان اللي انا عامله ده بالبرومت اللي انا كاتبه له هو بروجكت كبير جدا، مش كبير بس هتشوفوا مدى كبر الموضوع. بس كون ان في اساسا لوجن وساين اب والتفاصيل الجميله دي كلها، فدي حاجه جميله جدا. بس انا برضو هكونتينيو از جيست. بس طبعا يعني قال لي ايه يعني ينفع كده هذا الجيست لوجن فيلد كده. خلينا نرفرش الصفحه ونحاول نشوف تاني continue as guest. برضو guest login fail فالبيز اوث شغال. خلينا نساين اب يا باشا. ماشي، لما نضغط على ساين اب هل هيطلع لنا ايشوز ولا لا؟ عشان انا ما حلو ما طلعش الحمد لله. ديسبلاي نيم خليها طارق الابد. تمام، خلينا نختار اي اكونت. يعني انا محتاج اقول له اي اكونت يا باشا، اي اكونت يا رب، بس ما يطلبش مني تاكيد او اي حاجه. خلينا نساين اب. يقول لي اوث نتورك ريكوست فيلد. ليه يا جدع؟ ليه الريكوست فيل ليه؟ طب انا عايز احل المشكله دي، انا عايز احلها. تمام، طب انا هقول لكم حاجه حلوه. خلونا نعمل ميك بريفيو بابليك يا باشا. احنا عايزين نبريفيو الكلام ده بابليك مش جوه كده، ونحاول نشوف بقى الدنيا. دلوقتي انا كده هقول له continue as guest. برضو واضح ان في مشكله في الفايربيز، مش هو running in emulator mode don't use with production credentials. ماشي، يبقى احنا عشان يعني ممكن يكون المشكله في كده. طب خلينا جوجل. هو ده كله من اول ما وانا بحل حاجه حولني ان انا ارن بايميليتور مود. انا مش عارف بقى هل يعني هي دي المشكله ولا ايه. طيب احنا عايزين اننا نعمل ايه بقى؟ عايزين نحل المشكلة. فين الايشوز اللي بتطلع؟ اي حاجة لوجن يا عم test@test.com اي حاجة واحدة. برضو فايربيز اوث نتورك ريكوست فيلد. طب يعني ايه طب ايه ريستارت اب؟ يلا اتمنى ما يكونش المقصد من ريستارت اب ان هو يريستارت كل حاجه. ريستارت كل حاجه فدي تبقى مشكله كبيره. بس لا اعتقد لا، يعني هو بيستارت بس، يعني كانه بيقفل وبيفتحه تاني. عارف انت اللي هو اقفل الراوتر وافتحه تاني. الحمد لله. طيب احنا دلوقتي كده نجرب. بس هو بينفستيجيت الكونفيجريشن سولوشنز. هو بيحاول ان هو يشوف ايه المشكله اللي خدت معاه وقت وكده. شايفين مشاكل الفايب كودينج يا جماعه؟ يعني كل ده علشان احنا ما دخلناش في الكود وشوفنا وصلحنا وكده. يعني مهما كانت الجمدان اللي هم بيعملوه فعلا وكل حاجه، يعني الجمله دي صحيحه. جيميناي كان ميك ميستيكس. تمام، فخلوا بالكم من الموضوع ده. ما تمشوش بشكل عمياني ورا حاجه يعني وانها خلاص
هتستبدل وهتعمل والكلام الجميل ده كله. طيب هو بيحل مشكله، اتمنى ان هو يحل المشكله تماما اللي احنا بنقابلها بان مش عارفين ندخل اساسا. نعمل جيست لوجن او اي حاجه من الحاجات دي، يعني كونتينوس جيست برضو في مشكله. لوجن ماشي. طب نستنى نشوف كده ايه اللي هو بيحاول يعمله وهل هيتحل تمام ولا لا. خلينا نرفرش الصفحة تاني. طيب هنضغط تاني. اتمنى. طيب هقول له I'm trying to use the continue as guest or even sign up but I face an error related to Firebase auth network request failed. فنشوف بقى كده ايه الايرور الجميل ده. يعني ممكن يكون سلسلة الفيكس ناو اللي انا عملتها دي تكون سببت ازمة وانا مش عارف، لان انا مش شايف الكود ومش شايف هو بيحل ايه بالظبط. طيب يعني نشوف نجرب تاني continuous guest برضه نفس المشكلة. طيب ايه هو قال لي it sounds like the Firebase SDK on the client side isn't able to connect to the Firebase auth emulator. The network request failed error especially I tried them again and it's not fixed yet. Can you please fix it? أخيرا المشكلة اتحلت الحمد لله. أتمنى ما نقابلش أي مشكلة تانية. أنا واضح إن هو ما شاء الله يعني إيه ثابت كمان، فواضح إن هو يا إما بطيء يا إما في مشكلة أخرى. فخلينا نحاول إننا ناخد البريفيو لينك بره كده ونحاول إننا نعملها. يعني عارفين انتوا اللي هو يعني حوارات كترت. بس اللي هو تمام حلو قوي حتى الان. طيب سيبكم من كودين تو لود تاسكس دي، اعتقد حاجه في الرولز بتاعت فاير ستور عادي مفيش مشكله. بس انا شايف النتيجه يعني حتى الان كويسه. تاسكس يعني في صفحه للتاسكس، في صفحه للبروجكتس، هابتس، بومودورو، نوتس، داشبورد، سيتنجز، بروفايل. جميل. خلينا نجرب في التاسكس. فيكس الايرور يا باشا، ده 8 ايشوز. يعني انا عايز اقول لكم هي المشكله في الموضوع ان هو بيحصل ايشوز كتير جدا، وزي ما قلت لكم يعني هي ما حصلتش معانا لما بدانا الموضوع واحده واحده. ويعني لو كنا كملنا على كده كان هيبقى الموضوع اغلبه ماشي تمام. بس عشان احنا فعلا بنينا حاجه كبيره مره واحده، فهي عملت لنا المشكله العظيمه دي. بس خلينا نحاول مره اخيره. يا جماعه واضح ان انا اديته تفاصيل ازيد من اللازم، فبيطلع لي كميه ايشوز كتير. انا عايز بس اشغل اي حاجه قدامكم عشان تتاكدوا ان كل حاجه ماشيه تمام. يعني نقاد تاسك الحمد لله. تايتل هنقول رايت سكريبت. تمام نقدر نكتب. خلاص يا عم انا كنت بدات. طيب خلينا نقاد تاسك رايت سكريبت. تمام لوريم ابسوم اي ديسكريبشن عادي جدا. بيج اديت اند تايم. الجميل هنا ان هو ادانا فعلا الديتيلز، كل حاجه الكالندر شغاله وتايم جميل جدا. الكالندر هنا شغاله صح عن الكالندر التانية. حلو قوي. البرايورتي ماشي، هو عامل لنا تمام. الليست عندنا هنقول ان هي بزنس. اوكي سيف تاسك has been added. فكرة بقى هو نضاف فين؟ يعني هو في 2 نيو ايشوز. انا كرهت الايشوز. كرهت الايشوز فعلا. يعني انا عملت فيكس لكميه ايشوز رهيب. ربنا يكرمنا يعني ويتوب علينا من الايشوز دي. يعني عادي. هو اغلب الايشوز بالمناسبه بسبب الفاير ستور رولز انها محتاجه تتظبط. تمام فلو ظبطتها صدقني الموضوع هيفرق كتير جدا. البروجكت هنا خلينا نكريت بروجكت مثلا نسميه بزنس ديسكريبشن. مش هكتب ديسكريبشن، ده فاير ستور برضو. بس انا عايز اقول لكم فعلا على فكره البروجكت فيه كميه حاجات جميله جدا، بس يعني محتاجه ان انت تعدي مشاكل الفاير ستور دي. لو عرفت تعديها خلاص انت عديت كل حاجه، انت قد الدنيا فعلا. خليها توداي بالمناسبه عشان برضو لو في اي حاجه اي مشكله او كده. خليها بزنس. هي ادد بس فين؟ طب اي suggest time ماشي. نقول له write a script. تمام priority 2 deadline optional شغال get suggestion meeting 9 to 11 p.m. get suggestion مثلا. اوكي محتاجين الجيميناي اي بي اي كي ماشي. يعني بصوا هو الفكره ان البروجكت ده عشان مربوط
بالباك اند في فاير بيز، فانا محتاج ان انا افتح فاير بيز وادخل جوه هناك في الاعدادات هناك يعني واعدل الحاجات دي. بالمناسبه السيتنجز لما نفتحها انا شفت اغلب اليو اي واغلب الكومبوننتس اللي هو حاططها لنا حاجات جميله جدا الصراحه، بس زي ما قلت لكم هو بس عشان متعوب فيه، وتقدر تختار لايت ثيم او دارك ثيم. يعني قلت له سيف سيتنجز، مفيش حاجه اتغيرت قوي يعني، بس ماشي شغال. ورك ديوريشن مش عارف ايه، تاسك ريمايندرز. بصوا بالمناسبه البومودورو لما نفتحها هتلاقي ان هو عمل لك شويه برضو شويه شغل كده في البومودورو، التكنيك كويس جدا، هو بس بطيء حبتين ثلاثه. لو قلت له مثلا ورك او بريك، ستارت ورك مثلا، هيبدا ان هو يستارت ويعمل. ممكن نربطه بتاسك معينه، دي حاجه جميل جدا. ممكن تانيبل نوتيفيكيشنز، تريسيت نوتس معينه لو انت عايز. بصوا اي حاجه ليها علاقه بالفاير ستور للاسف هتلاقي فيها ايشوز، عشان هي محتاجه ان انا ادخل جوه الفاير ستور واظبط الرولز وكده، وانا صراحه ما عنديش المقدره ان انا اعمل حاجه زي كده دلوقتي. طيب بصوا انا تمام، انا شايف ان الدنيا حتى الان هي تمام. نوت هنا مثلا سمبل نوت مارك داون سبورتد، ولو في فولدرز او اي حاجه تسيف النوت، هي النوت انضافت، بس انضافت فعلا تقدر تضيف فولدرز ديفولت مثلا. الحاجات دي بتنضاف يا شباب بالمناسبه، يعني فعلا انا شفتها في الفاير بيز، بس انا زي ما قلت لكم يعني مش هقدر ان انا ادخل اعدل بقى على فاير بيز والحاجات دي كلها. تقدروا انتوا تجربوا الموضوع ده. يعني لو حد حابب يشوف الكومنت البرومت القياسي اللي انا عملته ده اكتبوا لي في الكومنتات طبعا، وابعت لكم البرومت، وحابين تجربوا وتعملوا الحاجات دي كلها. لو عايزين نشوف بقى الكود فخلينا نعمل هذه الجريمه سويتش تو كود ونشوف كم العظمه اللي مكتوبه، كم الحاجات اللي مكتوبه سورس. لو دخلت جوه هتلاقي طبعا في حاجات في الاي اي، في حاجات عندنا في الاب، فولدرات كتير، يعني حاجات كتير قوي. انا هقول له بقى ايه، بص يا سيدي انا ممكن اجي جاي ونعمل حاجات تانية اكتر. ممكن طبعا نختار حاجة من الحاجات اللي تحت دي ونختار بروجكت مثلا في فلاتر، ولكن انا هعمل حاجة لطيفة اللي هو انا ممكن اجي جايب جيت هاب بروجكت. ده بروجكت بالمناسبة سوشيال ميديا اب، وده بالتحديد يعني بروجكت احنا بنبنيه في الفلاتر اند دارت دبلومه بتاعتنا. انا ممكن اجي جاي اقول له import ريبو الكلام ده كده، وهقول له social اب، تمام، وده فلاتر اب يا باشا، وهقول له import. مجرد ما اعمل حاجه زي كده طبعا انا كده بامبورت البروجكت من جيت هاب، هيبدا ان هو يعمل سيتنج اب للورك سبيس، يعمل مش عارف ليه، ان هو بيعمل لك انفايرمنت كامله بتاعت الفلاتر. طبعا انا عارف ان دي من اصعب الانفايرمنتس اساسا اللي هي ممكن تبقى موجوده على، عارف انت اللي هو على البراوزر، فدي لوحدها تقيله. احنا مش هنعمل تفاصيل كتير، مش هنعمل اي حاجه صراحه، انا اتاكد بس ان هو عمل تمام، الدنيا تمام. وممكن ان شاء الله لو محتاجين او حابين نعمل حاجه كاستمايزد خاصه بينا في فلاتر كده بالحاجات دي، ان شاء الله هنعملها في فيديو لوحده عشان ما نطولش الفيديو اكتر من كده، بس نقدر اننا طبعا نديله شويه تفاصيل، واقول له انستول. طبعا انستول عشان انستول دارت وفلتر، بحيث ان هو يشغل كل حاجه. مجرد ان انا ما عملت كده بالمناسبه ان قلت له ينستول، خلاص انا كده حرفيا عملت كلون للبروجكت على بروجكت اي دي اكس او هنا يعني، تمام. ونقدر نستخدمه يعني هقول له ران باب جيت عشان يبقى كل حاجه شغاله تمام. حتى الكود ده هيبقى كل حاجه زي الفل. انا هوريكم، هديكم بصه كده سريعه لو حابين بقى اننا نعمل اي حاجه على البروجكت ده بالتحديد. البروجكت بالمناسبه يعني في عظمه، يعني السوشيال ميديا اب فعلا بنكريت فيه بوستس، بنعمل فيه لايكس وكومنتس وحاجات، وكل ده مربوط بسوبا بيز، وحاجه جامده جدا. يعني لو حابب ان انت تنضم للكورس اكتب لنا كومنت برضه. نظره مبدئيه كده بتلاقي الفيتشرز مش عارف ايه، الكور، الحاجات دي كلها هتلاقوا الحاجات دي هتتظبط دلوقتي. هو بس ايه بيحس ان احنا محرج شويه، كده اتظبطت الحمد لله. طبعا نقدر اننا نرن الابلكيشن، بس هو طبعا يعني نقدر نرنه على ويب سيرفر، يعني مفيش ايميوليتور او سيميوليتور طبعا هنا، فنقدر اننا نرنه على ويب سيرفر عادي جدا وبس. يعني يكفي هذا دلوقتي. لو حاسين ان احنا عايزين نعمل حاجه معينه تانية اضافيه فاير بيز ستوديو اكتبوا لي في الكومنتات يا شباب، وان شاء الله يعني هنستعرض عظمه هذا الموضوع. الدنيا حلوه صح؟ بس عشان ابسطها لك اكتر تعال اقول لك سريعا كده امتى تستخدم فاير بيز ستوديو وامتى لا. تستخدم فاير بيز ستوديو لو بتبني ام في بي سريع
في هاكاثون مثلا ووقتك ضيق بتعمل مشروع بسيط ليك او لعميل، العميل يكون عارف انك بنيها بالاداه دي علشان بس الايثكس والكلام الجميل ده. بتجرب فكره قبل ما تدخل في تفاصيل، وطبعا ما تستخدمهاش على الاقل دلوقتي لو بتبني مشروع حقيقي هينزل السوق وينافس، او بتشتغل في فريق هتتعامل مع ملايين المستخدمين والدنيا مهمه. وده لان طبعا لسه في البدايه، مهما كان ممكن تتطور اكتر من كده بكتير قدام ان شاء الله، وانا متوقع كده، بس احنا بنقول على اللي في ايدينا دلوقتي. وبشكل عام يا صديقي، ممكن في البدايه تكون الاداه دي مثاليه، لكن بمرور الوقت هتبدا تحس انك مضطر تشيلها وتستخدم تقنيات تانية تدير بيها تطبيقات اكبر، عشان زي ما قلنا قبل كده هي اكتر اداه مناسبه لفتره قصيره مش لسكيل كبير، وكل مشروع ليه احتياجاته الخاصه. ورسالتي الاخيره ليك اللي عايزك تركز فيها كويس، مفيش اي اداه هتستبدلك لو انت فاهم اللي بتعمله ولو انت فاهم الاساسيات كويس جدا، بس في ادوات هتسبقك لو فضلت تستخدم نفس الطرق القديمه. فاير بيز ستوديو اداه قويه، بس لازم تتعرف عليها صح. ما تبصش بس على سهولتها، بص على حدودها واللي تقدر تعمله. ما تستخدمهاش كبديل لعقلك، استخدمها كداعم ليه. ولو لسه بتتعلم او عايز تنتج بسرعه، اكيد جربها، بس لو ناوي تبني منتج حقيقي كبير ومعقد، خليك فاهم هي هتقدر توصلك لحد فين ومين هيكمل بعد كده. قول لي بقى في الكومنتات، جربتها قبل كده ولا لا؟ وتحب اعمل لك مقارنه عمليه بين فاير بيز ستوديو كود حقيقي ونشوف مين هيكسب، او نعملها مع اي تول تانية ولا لا؟ اكتب لي في الكومنتات، وما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. وبس كده، سلام.